عليكم. بعد كذا يوم من عرض فيلم البريمو وعرض فيلم عالزيرو، في ناس بتقول لك ان فيلم البريمو هو اللي معدي فيلم عالزيرو، وفي ناس من جمهور محمد رمضان بيقول لك لا، ده الزيرو هو اللي معدي البريمو. واحنا عندنا في مصر عموما دي ما بتصدقهاش، او انت بتشوف تامر حسني كل سنه بيطلع يقول لك انا الاول في العالم نمبر 1، فاهم؟ الحته دي لازم اصلا مصر تعمل لها زي السعوديه ما بتعمل. يعني السعوديه في شركه مخصصه انها تيجي كل اخر موسم تقول لك ده كسب كام وده كسب كام. عندنا في مصر اي حد بيرمي رقم زي ما هو عاوز. احسن حاجه برضو في الخليج ان الافلام المصريه بتنجح قوي في الخليج، ما بتنجحش. وبرضو في حاجه تانية، ان الافلام المصريه بتنجح في الخليج وساعات ما بتبقاش ناجحه في مصر. افلام بقى زي بتاعت بيومي فؤاد، محمد سلام، مش ممثل شباك ولكن بتنجح نجاح مرعب. وفي افلام بتاعت ممثلين كبار برضو بتنجح في الخليج وما بتنجحش في مصر. يعني ممكن مرعي البريمو بكره تلاقيه نجح في الخليج وفي مصر ما نجحش، لان الذوق الخليجي مش زي الذوق المصري. يعني انت يا باشا ما تجيش تقول ان هم الفيلم نجح عشان الفيلم حلو، لا، هم ذوقهم، هم ما عندهمش كوميديا. مش غلط او حاجه في الخليج، بس دول ما فيش كوميديا عندهم. دول او كل الوطن العربي عموما بيجوا مصر عشان يتفرجوا، بيجوا مصر عشان يمثلوا، وتلاقي مصر فيها كمية ممثلين عرب كتير وبينجحوا في مصر، وهم بيقولوا كده اللي هم نجحوا في مصر وما نجحوش في بلدهم. فمثلا ما تلاقيش ممثل مصري هناك في الخليج نجح، لا، هو ما بينجحش. زي ما قلت لكم قبل كده ماما غنيمة، يعني خدوا ريم سامي اللي هي ممثلة مصرية على البطاقة بس، فصباح الفل. فيا رب الموازنة تتعدل ونعرف مين اللي في آخر الموسم مين اللي نجح، مرعي البريمو ولا عالزيرو.